ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم عن أزمة التشخيص. كل الناس بقت بتشخص إما من خلال فيديوهات، ناس بتعمل يعني في ناس متخصصة أو أحيانا غير متخصصين بيعملوا فيديوهات. الناس بتسمعها وتبدأ تشخص نفسها أو تشخص الناس اللي حواليها من خلالها، فدي مشكلة. حاجة كمان، في ناس بتعمل اختبارات مجهولة المصدر أو مش معروف دي بتاعت ايه، والاختبار ده بيكون اونلاين ونتيجته بتظهر ان انت عندك كذا. التشخيص مقاله فين؟ مقاله في العيادة. المعايير بتاعة التشخيص احنا عارفينها وبنمشي عليها وبنشوف الناس عندها ايه منها وبقالهم قد ايه في الموضوع، وكل الحاجات دي بنشوفها وعلى بناء عليه بنبدأ معاهم خطة علاجية. لكن انت لما تبدأ تشخص بره اطار العلاج، ممكن، مش ممكن، هو احتمال كبير جدا يكون تشخيص خاطئ، لان كل واحد فينا عنده في شخصيته او في دنيته بعض السمات من بعض الامراض او بعض الاضطرابات. محدش فينا سليم 100%، مفيش حد فينا خالي، وبنعدي باوقات قدر واوقات حزن واحيانا اوقات كآبة ممكن توصل لاكتئاب خفيف في بعض الاحيان. اوقات بنقلق، اوقات بيبقى القلق بالنسبة لنا وصل، او يعني حالة القلق بالنسبة لنا بتبقى عالية جدا. فكون عندنا مشاعر او كون عندنا مشكلات من بعض الاضطرابات، ده ما يخليش عندك الاضطراب كلير كده ان انت عندك اضطراب ومحتاج تتعالج. ممكن لو مشكلة بنبدأ نعالجها بشكل مبسط، انما كاضطراب كامل نبدأ نوصم بعضنا بالموضوع ده. انت ابنك عنده ADHD، الواد يبقى بيتنطط ولا بيتشاء ولا كده، انت عندك ADHD، انت عندك اكتئاب. طب انت تعرف المعايير بتاعة التشخيص بتاعة الاكتئاب قد ايه؟ بيقعد معاه قد ايه؟ ما ممكن تبقى حالة من الحزن، أو ممكن تبقى حالة من الكآبة البسيطة، ممكن يبقى اكتئاب خفيف. ففكرة ان احنا نشخص بعض دي فيها مشكلة كبيرة جدا. التشخيص بيكون في العيادات، التشخيص بيتم بناء على معايير، ما ينفعش ان اي حد يوصم التاني باضطراب معين. لان مثلا لو جينا نتكلم على اضطراب الشخصيه الحديه او البوردر لاين بيرسوناليتي ديس اوردر، ده اضطراب في اندفاعيه مثلا. هل اي حد مندفع هيكون عنده شخصيه حديه؟ هل اي حد خايف يتساب هيكون عنده شخصيه حديه؟ لا، دي سمه، دي حاجه، وحاجه ممكن تكون اسبابها جايه من تعلق قلق مثلا، اسبابها جايه من غضب موجود، وهكذا. الموضوع محتاج ان يبقى فيه تقنين شوية، او ان احنا ما ننساقش ورا الفيديوهات اللي بتشخص. يعني ممكن احنا بنبقى عاملينها حاجة توعوية، ما نمشيش وراها ونبدأ نشخص بعض، لان الموضوع بقى مزعج جدا ان كل واحد ماشي يشخص نفسه ويشخص اللي حواليه عنده مشاكل ايه نفسية. في ناس بيبقى عندها مشاكل واضحة، بس طالما هي ما لجأتش للعلاج خلاص احنا هنعمل لها ايه؟ فما نبقاش احنا اوصياء على الناس، او ان احنا نبدأ نشخص بعض او نشخص الناس بحاجة ممكن تكون فيهم ممكن ما تكونش فيهم، احنا مش متخصصين. دي كانت نقطة بخصوص التشخيص. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد المرة الجاية.